السلام عليكم، وهنا من مطعم السجر. وحشتوني جدا جدا جدا، مطعم وكافيه السجر. طبعا احنا ما عملناش افتتاح لسه ابدا، فبس كنا حبيت اوريكم الشاشه اللي انا اشتريناها، جميله جدا وهتعجبكم. اول مكان تحفه وهدوء والجو جميل جدا. لسه طبعا في تجهيزات، في ستاير، في حاجات كتير، كل يوم بنجدد حاجه. هتقولوا لي ما عملتيش افتتاح لغايه دلوقتي ليه؟ هقول لكم لسه لغايه ما اتمكن. انا كل يوم بعمل تجربه جديده علشان اعرف الدنيا فيها ايه، والتجربه اللي بتنجح معايا بضيفها للقائمه عشان اعمل قائمه اكلات تكون واثقه فيها جدا. لسه ما عملناش افتتاح، ورغم كده الحمد لله بفضل الله ربنا كرمنا جدا. اليوم ده بعد ما اتمكنت اكتر كل يوم الواحد بيتمكن اكتر والحمد لله. هنا بقى كان مطلوب مني بعمل عيش من فينو، بعمله بدل ما اشتريه لانه مفيش حد هيعرف يعمله زي ما انا بعمله بصراحة، وبيكون حاجة بسيطة جدا وغالي على الفاضي. لكن هنا انا بعمل الحاجة، كل حاجة بعملها في مطعمي على يعني اكمل وجه. واللي جرب الاكل عندي اكيد عجبه جدا وعجبته السندوتشات دي، سندوتشات كبدة، وبعملها بقى انا اللي بعمل العيش. طبعا كنت بوريكم مرحلة قبل الاختمار وبعد الاختمار. هنا هنحط معلقه لبن بودره في الميه، ميه مش كتير علشان انا عامله 3 صيجان. لكن الاول اول ما باجي ابدا طبعا كنت لسه في البدايه، كنت بعمل صاج بصاج كده الحمد لله لحد ما الحاجه بقت تطلب مني، فبقيت ازود الكميات اكتر. هنا طبعا بتعوسي وش بقى، تتهني وش بقى العيش اللي هو هيدخل الفرن على طول، وقتها على طول بعد ما بيختمر. هو بيختمر على 3 مراحل العيش ده، وبعدين هنحطه في الفرن وهيبقى تحفة. هوريه لكم بعد ما يخرج من الفرن. لبن بقى تتهني بقى، لو عندك لبن من غير لبن بودرة اتهني لبن عادي، لكن انا ما عنديش لبن حليب يعني طازة، فبستخدم بقى اللي هو البودرة ده في كل حاجة، في المعجنات وفي كل حاجة، وسريع معايا. هنا ده هيدخل الفرن وهوريه لكم بعد ما يخرج. هنكون التاني طبعا شايفين قمر ازاي. طبعا كنت بدهن الصاج اللي وراه عشان يدخل الفرن الاول، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. بالنسبه لوحشتوني فانتوا وحشتوني جدا جدا جدا. وبالنسبه لللايفات فانا فعلا ما عدتش فاضيه افتح لايف واقعد معاكم، والله انا لسه في المطعم لغايه الان، واحنا الساعه 12 و3 دقايق بالظبط بالليل، وانا لسه في المطعم ما خرجتش، لكن سبتهم كده ورحت في مكان لوحدي شويه هدوء وعشان اتكلم معاكم. الفيديو ده عملته بصعوبه جدا فوق مما تتخيلوا، ضغطة شغل مش عارفة اعمل ايه. وادعوا لي ربنا يوفقني، وصلوا على النبي في الكومنتات وقولوا ربنا يزيدك من فضله. وادعوا كمان دعوتين كده في ظهر الغيب للي واقف جنبي وساندني في كل حاجة. بجد مهما اعمل مش هوفيك حقك، طبعا انت عارف نفسك، انت من الناس المعروفة جدا في اليوتيوب، بس ما بتحبش تسهر نفسك كتير. والله لو انا قلت انت عملت معايا ايه يعني هيقفوا لك احتراما وتقديرا، لكن انا ما يهمنيش اي حد، انا يهمني نفسي. وانت ما وقفتش معايا لا لوحدي، لا وقفت مع كتير. الله يفرح قلبك ويساعدك، وبجد لو فضلت اتكلم من هنا ليوم القيامة مش هوفيك حقك. انت تستاهل كل خير والله يا مهلان، الله يسعدك ويفرح قلبك. والله انت من اجمل الناس اللي انا عرفتها في حياتي، يعني مهما اقول مش هوفيك حقك. انت من الاشخاص الجميلة جدا، الله يسعدك ويديك ويزيدك من فضله. وشكرا على وقفتك جنبي، وشكرا على كل حاجة عملتها لي، وبجد شكرا. يعني مهما اشكرك مش هوفيك حقك. والله لو من هنا ليوم القيامة ما هوفيك حقك. الله يفرح قلبك ويسعدك. لسه بقى ما عملناش افتتاح علشان لسه بنظبط حياتنا كده ونظبط حالنا ونشوف ايه اللي هنضيفه للقائمة. طبعا بالنسبة للمطعم في ايه، في اكلات كتير حلوة، في طواجن طبعا، طواجن بقى لسان عصفور باللحمة ولسان عصفور بالفراخ، وفي مكرونة بالفراخ مكرونة باللحمة، في طواجن بسلة، خضروات، في بقى بالنسبة سندوتشات كبدة، في بيتزا، جميع انواع البيتزا، اللي محتاج بيتزا برضو قمر. وعندنا كمان مشوي، وجبات كده رز بسمتي بقى مع مشوي وسلطات وغنوج وكلام من ده. كل يوم بنعمل اختراع جديد، وكل يوم بنعمل وصفة اكتر ونشوف ايه اللي بيمشي معانا. هنا كنت بوريكم العيش. انا طبعا ده اول يوم اصور فيه، لكن باذن الله هوريكم كل يوم اكلات مختلفة، وهوريكم كل يوم بعمل ايه في المطعم. بيطلع عيني والله العظيم وحشتوني جدا.
وبحبكم في الله يا احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات. هنا بقى برص العيش كله في صاج واحد لانه هيزحمني كده، وهحتاج الصاج التاني احطه في الفرن. ده لسان عصفور فيه باللحمه وفيه بالفراخ زي ما انتم شايفين. طبعا بيطلع معاه سلطه وبيطلع معاه مخلل، واسعارنا غير الجميع والله غير الجميع. اسعاري انا بقى، انا اللي حاطه الاسعار. فالحمد لله بفضل الله. واتمنى بقى تزوروني عندي في المطعم وتشوفوا الدنيا عامله ايه. طبعا دي اطباق بقى اللي بتكون جايه ورا وجبات، فبشيلها وبظبط حال لاني محتاجه الرخامه جدا اعمل عليها حاجه تانية. كان مطلوب مني حواوشي وكنت رايحه اعمله، لكن انطلب مني سندوتشات قبلها فاضطريت اجهزها الاول. عايزه بقى اوريكم الحاجات واوريكم وتقولوا لي افكار، وكل اللي عنده فكره يقولها لي، واكلات بتحبوها اعملها في المطعم. احنا لسه ما حطيناش اللي هو المنيو بتاعنا، ولسه ما قلناش ايه الاكلات اللي عندنا، بس الحمد لله بفضل الله المطعم بجد ما كنتش متخيله. يعني الحمد لله يا رب يديمها نعمه، ماشي بفضل الله احسن ما كنت اتخيل مليون مره. فالحمد لله فضل ونعمه من عندك يا رب. ادعوا لي في الكومنتات. هنا بقى كنت بدور على المقص مش لاقياه افتح بيه سندوتشات، مش عارفه راح من قدامي فين. وليد قال لي افتحيهم كده وكان بيعلمني وسابني ومشى، فدي ايد وليد بقى. اوكي رغم كل ده كنت بقى بعمل السندوتشات بسجل فيديو. كنت طبعا اعذروني لسه في المطعم ما مشيتش، لكن الحمد لله يعني الدنيا هاديه دلوقتي. احنا بعد الساعه 12 فالدنيا ماشيه على بعضها واحده واحده كده. هنا بقى كان في 2. طبعا العيش هو طالع سخن كده فبتلاقي الناس بتطلبه بقى سريعا، يقولوا لي هذه سندوتشات كبده سخنه كده. اتمنىكم كلكم تزوروني وتشوفوا الدنيا عامله ايه، وبجد يعني هكون مبسوطه بوجودكم. ما تفكروش ان انا بخرج بره عند الزباين، لا تماما ابدا ابدا. انا بس وجودي في المطبخ بس عشان بس لو انتوا جيتوا او كده ما تقولوش فين ام مالك. ام مالك لو هي بنوته هطلع طبعا اقابلها او هي تدخل عندي جوه، لكن اي حد تاني يجي ينور طبعا المطعم هيكون موجود وليد في استقباله. اوكي هو مطعم وكافيه الاتنين سوا. هنا بقى عملت سندوتشات الكبده وغلفتها لان دول كانوا خارجين بره ما كانش هياكل في المطعم. بحط معاهم كاتشب 2 كاتشب، بحط معاهم مخلل. لو عايزين تعرفوا اسعار اي حاجه اسالوني في الكومنتات وانا هقول لكم كل حاجه واسعارها والدنيا ماشيه ازاي. لحظه واحده اقفل الباب اللي جاي بتاع المطعم اللي جايب له صداع قوي. انا مرضتش اوريكم الصوت، انا لو شغلت الصوت هتلاقوا الدنيا بقى بجد صوت جامد جدا. هنا كان حد طالب حواوشي وانا كنت خلصت عجين، فده كان هيعمل 3 رغيفة بس. فهوريكم بقى المطعم مفيش حاجة اسمها مش موجود تجهز على طول. تجيبي بقى الدقيق بتاعك وتنزلي بقى بالملح، طبعا انزل بسكر ولبن بودرة ومية دافية اكيد وخميرة فورية، وفعلا تخلصي في ثواني لان بتعوزي انجاز. يعني هنا وليد هو بيدينا المية الدافية كب بقى مع الرخامة، فاضطريت ان انا امسحها سريعا كده. قلت لكم ان انا في المطعم بعرف اتضير، هبقى بضحك عليكم. الموضوع عايز حد معايا، يعني احنا 3 والحمد لله مش مكفيين بفضل الله. يعني انا وعبد الله اخويا ووليد وجبنا بنوته وهي مش حد غريب برضو، ما تحملتش قالت لا انا همشي بقى وهاتوا حد تاني. محتاج حاجه؟ جعان؟ اوكي لحظه واحده. عايزه اقول لك شغل البيت، انا كنا الاول شغل البيت ده بتخلصي اكل ممكن في ساعه وبعد كده بتقعدي. طبعا انتوا بتحبوني وانا في المطبخ، فانا عايزه اقول لكم 24 ساعه في المطبخ، مش بطلع غير وقت نومي بسيب المطبخ. بجد هو مرهق، شغل مرهق، بس الحمد لله بفضل الله ربنا مرضينا والدنيا تمام. هنا عجنت العجينه سريعا، دهنتها بزيت عشان ما تلزقش في الكيس. هحطها سريعا على ما افرد دول، هاخد منها على طول واشتغل اكمل الطلب بتاعي. انا والله ساعات بيجيلي وقت اقول لهم خلاص يا جماعه انا مش هعمل طلبات النهارده، خلوها لبكره.
المتوفر عندي بقول هو موجود دلوقتي وبكون خلصت. فده حابه اقول لكم بقى اللي انا ساعات بقليت يعني وما برضاش اعمل حاجه. بيجي عليا وقت اقول لهم استوب كفايه كده النهارده. وبتحصل على طول يعني، عملتها كذا مره. بنفرد بقى الحواوشي بتاعنا ونحط فيه ندهنه وبقى كده تدهني زيت الرخامه وبعدين تفرديه سريعا. والله وحشتوني جدا. وانا بعدي عنكم مش عشان اي حاجة خالص خالص، بعدي عنكم قلة فضا ولا تكبر مني، ولا اللي انا بتقولوا اللي انا مثلا بتغلى عليكم. والله بقدر، انتوا عندي غاليين جدا، ما اقدرش خالص خالص يعني. هو بس المطعم والله شاغلني يعني، حبيت اوريكم منه لحظات. عايزه اقول لكم ان ده والله شلت من الفيديو حاجات كتير عملتها في وسط ده، شلت كتير لان مش معايا حد يساعدني في المطبخ عندي انا، لكن وليد مع حد لانه هو مطعم كافيه، فهو موجود في الكافيه وانا في المطعم. اوكي، فالحمد لله بفضل الله. اي حاجه عايزين تطلبوها مني يعني اكلات اعملها في المطعم، كل اللي عنده اكله يقول لي اعملي كذا وان شاء الله هضيفه للقائمه وهظبطه وهعمل التجهيزات بتاعتي. ولسه اول مجهز خالص هنعمل افتتاح، لسه مركب الستاير بتاعتي، ولسه لما اظبط الاكلات اللي كلكم تيجوا تلاقوها موجوده ومتوفره بزياده، واكون كمان لقيت بنوته قمرايه كده تشتغل معايا تقف جنبي. فلو من الفيديو ده لو حد سمعني بقى من بلدي تكون بنوته قمر كده فتيجي تساعدني، هكون مبسوطه جدا. هنا خلاص كان حد طالب 4 ترغيفة حواوشي يعني مش اكتر. انا بحب اعمل الحاجة سخنة لانها بتكون طالعة سخنة احسن. في ناس تقول لي جهزي، فبجهز الصبح. بصراحة تيجوا تلاقوا يعني الساعة 11 كده 12 الظهر بتيجوا تلاقوا الحاجة زي دي جاهزة، لكن بالليل بنكون علينا ضغطة يعني. تمام، بس كده وكده اكون خلصت الفيديو، واتمنى يكون عجبكم، واتمنى غيابي ما يكونش زعلكم ولا بتغلى عليكم ولا حاجة ابدا. والله العظيم قلة فضاء مش عارفة اتضير. وحشتوني كلكم، كل البنوتات، هدوء القمر وداليا ولميس وسوسو، والله كلكم وحشيني، وكادي طبعا، والله كلكم وعبير. خايفة اقول حد يعني انسى حد، كلكم وحشتوني. ف ما تنسوش بقى اللي انا وحشته انا كمان يقول لي في الكومنتات. بس كده، ده كان اخر حاجة صورتها في اليوم ده، ومش اخر مرة هصور، لا هشغل الكام على طول وانا بشتغل واوريكم بعمل ايه. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة يا احلى متابعين في الدنيا. سلام.